اوعى تقول لحد النهارده ما بتستخدمش التولز دي. التولز دي اغلبها مجاني وبتشتغل بالاي اي. اول واحد معانا هو شات جي بي تي، تقدر تعتبره المساعد الشخصي بتاعك، الاداة الاشهر في العالم وهي اللي بدأت الثورة دي. تقدر تعتمد عليه في 80% من مهامك اليومية. تقدر تكتب له اي سؤال او طلب ومش بس هيرد عليك، ده هيكلمك كأنه بني ادم بيفهمك. ممكن تطلب منه يكتب لك ميل، يكتب لك مقال، يحط لك خطة تسويق، وبيعمل حاجات تانية كتير. بس لازم تتأكد من اي معلومة بيديها لك لانه ما بيعتبرش مصدر. ممكن تتأكد من خلال جوجل، وممكن تتأكد من خلال حاجات تانية هقولها لك دلوقتي. تاني واحد معانا هو جوجل جيميناي. تقدر تعتمد عليه جدا لو عايز حقيقة مش رأي. بيعمل نفس اللي بيعمله شات جي بي تي، بس تقدر تعتمد عليه أكتر في أي بحث أكاديمي أو معلومة موثقة. بس شات جي بي تي أفضل منه بكتير في المهام والكتابة. تالت واحد معانا هو كانفا اي اي. يعتبر من أحسن التولز في العالم في الفيجوالز. بيعمل حاجات كتير جدا بالاي اي ومن غير الاي اي، وعليه تمبلتس كتير جاهزه. ممكن تعمل منه سي في، ممكن تعمل منه برزنتيشن، ممكن تعمل منه منيو، ممكن تعمل منه اعلانات، وتقدر تعمل اديت لفيديو، وكمان تعرف تكريت بيه صور وفيديوهات بالاي اي. رابع واحد معانا هو بيربلكستي، وده بقى بيختصر لك الانترنت. يعتبر محرك بحث زيه زي جوجل بس بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. بيجاوبك على اي سؤال بتساله بمصادر مش بلينكات، ويعتبر احسن طريقه تتاكد منها من اي معلومه. نوشن اي اي، لو انت من الناس اللي بتفكر كتير جدا وعندك بدل الفكره 100 بس مش عارف ترتب افكارك وتنظم وقتك، فنوشن هو اللي هينقذك. هيعمل لك جداول وتقسيمات منظمه، ويرتب لك افكارك ويلخص لك الملاحظات وينظم لك وقتك. ران واي ام ال، لو انت بتعمل محتوى فيديو، كل اللي عليك انك هترفع له صوره وبعد كده هو هيتولى الباقي. هتكتب له بس هتحركها ازاي وهو هيصنع لك من الصورة دي فيديو. وكمان تقدر تكتب له سكريبت صغير يعمل لك منه فيديو، والميزة انه مجاني للفيديوهات القصيرة. 11 لابس أداة رهيبة جدا للناس اللي بتقدم محتوى صوتي. كل اللي هتعمله انك هتكتب السكريبت وهتختار الصوت راجل او ست او طفل، وبعد كده تختار اللغة وهو هيعمل لك فويس اوفر ويبان طبيعي جدا كإنسان. تقدر تركب منه فويس اوفر او تعمل منه بودكاست او محتوى تعليمي. وخدها مني قاعده، الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد شغلك، بس ممكن ياخد مكانك لو انت ما استخدمتوش. كل اداه من دول وليها دور بتعمله. ابدا وجرب وهتكتشف ان انت اللي كنت بتعمله في يوم ممكن تعمله في ساعه. وده بقى مش مستقبل التكنولوجيا، ده الحاضر، وانت لازم تكون جزء منه.